السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت تتابعوا الفيديو للآخر عشان تشوفوا الكواليس بتاع الحلقة، ويا رب ان شاء الله تكون خفيفة عليكم وتتقبلوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم يا شباب، ومساء الخير عليكم يا صبايا. اهلا بكم، انا كابتن سما من قناة يوميات مطلقة. وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله هتكلم معاكم عن اسباب بروز البطن اللي هو الكرش بمعنى اصح. انا اتكلمت عن تمارين البطن قبل كده في فيديوهين. بس ما قلتش، ما وضحتش الاسباب اللي بتؤدي للكرش ولا الاسباب اللي بتحلها، بس ما وضحتش بالتفصيل. انا قلت التمارين بس اللي بنتفاداها. النهارده ان شاء الله هتكلم معاكم عن الاسباب اللي بتؤدي للكرش والاسباب اللي احنا ممكن نحل بيها، وان شاء الله ما يكونش عندنا كرش. آم، لو اول مره تشوفيني واول مره تشوفني، يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. ويا ريت تعملوا لايك للفيديو يا بنات، لان عدد المشاهدات بتقل. لما تعملي لايك ان شاء الله تثبت. يا ريت ان شاء الله تستفادوا مني، وان شاء الله الحلقة تعجبكم. نتكلم بقى عن الاسباب اللي بتؤدي لبروز الكرش. اولا علشان نعرف الاسباب دي لازم يكون عندنا إرادة علشان نقدر نتحدى الظروف والمعاناة اللي احنا بنبقى شايلينها واحنا ماشيين في الشارع او احنا نايمين. تبقى حاسة ان انت شايلة حاجة تقيلة على قلبك. اول حاجة اللي بتؤدي لاسباب الدهون البطن دي، تراكم الدهون بيبقى في الجدار الامامي وضعف عضلات البطن. ده حاجة معروفة. لما العضلات بترتخي بتبني. طبعا احنا ما شاء الله عندنا الإرادة في الشتاء معدومة، فإن شاء الله أول حاجة لازم تتبعها أو تتبعيها هي الإرادة. الأسباب اللي بتؤدي للدهون بتاع البطن، أو أول حاجة قلة الحركة والخمول والكسل. كثرة القعاد، يعني تقعدي فترة طويلة سواء في مكتب سواء في شغلك، في العربية وانت ماشي. فدي من أول الأسباب التانية. كثرة الأكل الجاهز. الوجبات السريعة طبعا بتؤدي لدهون كتير جدا في البطن. التغذية العشوائية للست الحامل. بتاكل وتقول اصل انا حامل فانا مش هتخن، اصل انا هاكل علشان الطفل يتغذى. الطفل لما بيتغذى عن السوائل والحاجات المفيدة زي اللبن والبيض والاسماك والبروتينات. النوم بعد الاكل مباشرة ده من الاسباب طبعا اللي بتؤدي للكرش. ابتلاع الهواء. لما بنيجي ناكل بناكل بسرعة، ما بنمضغش الاكل بالراحة. ف بيدخل هواء في معدتنا، فطبعا بيعمل انتفاخات، فده برضو بيؤدي لتراكم الدهون. بالنسبة للرجالة والشباب، الشيشة والكحوليات بمعنى أصح، دي من الأسباب طبعا اللي بتؤدي للكرش. الضغوط النفسية والتوتر والزعل والاكتئاب برضو من العوامل اللي بتؤدي للسمنة وللتخن. علشان بقى نتفادى الحاجات دي كلها، هنعمل ايه؟ تابعيني ويا رب ان شاء الله تستفادي من الحلقة. ورجعت لكم وان شاء الله هقول لكم على الحل لعدم بروز الكرش. اولا هنلعب تمارين البطن اللي انا قلت لكم عليها، وهنزل لكم برضو التمارين قدامكم على الشاشة. التمارين دي هتختاري منها مثلا حوالي 3 تمرينات تعمليهم 3 مجموعات، يعني تلعبي مثلا كل تمرين حوالي 12 عدة في 3 مجموعات. اختاري التمرين اللي يريحك ونوعي. مش لازم كل يوم او كل يوم ويوم نفس التمرين بتاع اخر مرة، لا نوعي. بس استمري فترة كبيرة ان شاء الله وهيجيب معاكي نتيجة. يبقى هنلعب 3 تمرينات، كل تمرين 12 عدة في 3 مجموعات. تمام. اول حاجة هنتمرن كارديو كتير جدا، كارديو زي المشي ونط الحبل والعجلة والسباحة. بس انا بحبهم واسرعهم جدا جدا نط الحبل. والله العظيم دي عن تجربة. انا ما كانش عندي كرش قوي، بس طبعا بيشيل، يعني بيشيل كل حاجة نط الحبل ده كله. النفس. خدي نفسك باستمرار ودربي النفس بحيث انك يبقى عندك نفس طويل. شفطي بطنك حوالي مثلا 20 ثانية 15 ثانية، مرة في مرة لغاية ما تجيبي اكتر من 30 ثانية. مفيد جدا وده يعتبر تمرين، يعني انك تشفطي بطنك كل فترة. ده يعتبر من التمرينات. نظمي اكلك، قللي من السعرات الحرارية.
مش بمعنى ان انت تعدمي السعرات الحراريه، لا، يعني انا سعراتي 1500 اخد 1200 او اخد 1100. اكل 5 وجبات منهم 3 رئيسيين و2 سناك. وانا دايما اقول كله علشان الاكل هو اللي بيسبب الحرق وبيخليكي تخسي. بس طبعا هناكل ايه وازاي وبكميات محدوده جدا. إيه، المشروبات اللي ملهاش عدد زي اولهم الميه دي اول حاجه، الليمون، الكمون، الشمر، اليانسون، الكركديه. الحاجات دي كلها طبعا بدون سكر، حلوه جدا بتحسسك بالشبع جامد جدا. انا النهارده تقريبا اليوم بتاعي كله كان سوائل في الشغل. كانوا قاعدين يضحكوا عليا قاعده اشرب ميه واشرب ينسون، لا، نعناع، كركديه، كله ورا بعضه. فكان يومي النهارده كله ميه ان شاء الله، بس لسه هقوم اكل دلوقتي حالا. هقول لكم بقى على الوصفه. في وصفات كتير، انا هعمل معاكم وصفه ان شاء الله وهنزلها لكم في حلقه. الوصفه دي هتستمروا عليها 3 شهور ان شاء الله هعملها معاكم. لكن انا هقول لكم على حاجات تعملوها دلوقتي. الشاي الاخضر مع الجنزبيل الاخضر وقشر الرمان، مع نعناع، كل ده بكميات متساويه. باكت شاي اخضر مثلا وعليه حوالي ربع قطعه جنزبيل فريش، وعليه نص معلقه قشر رمان، وخمس 7 ورقات كده من نعناع. هنحطهم مع بعض ونحط عليهم ميه مغليه حوالي كوبايه ونص او كوبايتين، ونسيبهم حوالي ساعه لغايه ما يبقى فاتر كده، وتصفيهم وتشربيهم. دي بتقلل من دهون البطن. إيه، طبعا بذرة الكتان هتحطيها على السلطة او هتحطيها على الزبادي. حطيها في اي شكل من الاشكال في الاكل، المهم ان هي تبقى موجودة في اكلك. بذرة الكتان حلوة جدا وبتساعد على تنشيف الدهون. مش بتنشف الدهون، بتساعد على التنشيف لانها طبعا كلها زيوت صحية والياف. بالنسبه بقى للوصفه اللي انا قلت لكم عليها، ان شاء الله استنوها في فيديو جاي ان شاء الله هعملها معاكم قدامكم. حلوه جدا، وزي ما قلت لكم تستمروا عليها 3 شهور. ما تنسونيش طبعا يا بنات ان انتوا تدعوا لي، لان انا باخد قوتي منكم. والله العظيم بنات بتقولي ان هي بتاخد قوتها مني، لا، انا فعلا باخد قوتي منكم. لان الحمد لله ما بلاقي بنات كتير وشباب بيكلموني ويسألوني ويطلبوا مني مساعدة، سواء في التخسيس او في الحياة الاجتماعية، انا ببقى مبسوطة جدا جدا. تابعوا الفيديوهات اللي انا بعملها، وتابعوا التمارين اللي انا هحطها على الشاشة، ويا رب ان شاء الله الحلقة تكون عجبتك. طبعا انا اتكلمت بسرعة، انا والله العظيم ما عنديش وقت عشان الشغل، بس بحاول اخطف كده اوقات. حتى ابني قاعد يلعب جنبي، وقاعد لو في صوت كده فهو صوت الالعاب اللي معاه، فالتمسوا له العذر. وان شاء الله اشوفكم ان شاء الله اشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله، ويا رب الحلقة تعجبكم. جدا جدا. ان شاء الله هتكلم معاكم عن اسباب بروز الكرش، ليه هو الكرش اساسا بيبقى موجود، وازاي طبعا نحل المشكلة دي. يا ريت لو اول مرة تشوفيني، اول مرة مش عارفة